تخيل لو عندك ببغاء في البيت وفجأة سمعته بيقولك إزيك عامل إيه؟ إزاي طائر صغير من غير حبال صوتية ولا شفايف يقدر يقلد كلامنا بدقة مذهلة؟ لكن قبل ما نبدأ متنساش تقول الدعاء ده لإخواتنا في فلسطين، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة، لأن في القناة دي بنجاوب على كل الأسئلة الغريبة اللي بتيجي في دماغنا قبل ما ننام. ويلا بينا نشوف سوا إزاي الببغاء بيتكلم زينا. الببغاء مش بيستخدم الحنجرة زي الإنسان، هو عنده عضو خاص اسمه السيرنكس موجود في آخر القصبة الهوائية. العضو ده بيهتز بطريقة معقدة جدا وبيخليه يطلع أصوات شبه كلامنا، لكن الأغرب إنه بيستخدم لسانه ومنقاره وفمه كأنهم أدوات موسيقية. كل حركة صغيرة بتغير الصوت لحد ما يطلع كلمة شبه الكلمة اللي بيقولها الإنسان. ومش كده وبس، دماغ الببغاء فيها مراكز متخصصة للكلام بتشتغل زي مراكز الكلام عندنا بالظبط، وعشان كده هو مش بيردد الأصوات عشوائي. أحياناً بيربط الكلمة بالمعنى، زي لما يقول مرحباً أو يطلب أكل. ولما يعيش الببغاء مع البشر ويسمع كلامهم يومياً بيكون قاموس صغير خاص بيه ويبدأ يستخدمه للتواصل. فالسر مش إنه بيتكلم زينا بالظبط، السر إنه أستاذ في التقليد الذكي يخلي صوته بشري. تحب تعرف إيه الطيور التانية اللي ممكن تتكلم زي الببغاء؟ ولو كان عندك ببغاء، أول كلمة حابب تعلمه يقولها إيه؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف باقي الحلقات.